قبضت كام من ال7.5 مليار دولار يا أشرف؟ ده السؤال اللي بقالي 9 شهور تقريبا بتسأله من أصحابي ومن مجموعة من المتابعين الأعزاء. طب إيه مناسبة السؤال غريب الأطوار ده؟ مفيش يا سيدي، كل الحكاية هي إن شركة ألفابت اللي هي الشركة المالكة لليوتيوب انسحبت من لسانها وقالت في فبراير اللي فات إن إعلانات اليوتيوب بتدخلها حوالي 15 مليار دولار في السنة. فالمحللين قالوا بما إن الشركة بتنصص فلوس الإعلانات مع صناع المحتوى اللي زي حالاتي، فده معناه إن صناع المحتوى بيعكشوا من اليوتيوب 7.5 مليار دولار على الأقل كل سنة. وفي ناس عاوزة تعرف أنا كان نصيبي كام من الميغا دي، وأنا بصراحة ما اكدبش عليكم طول عمري ما بحبش اللقمه المبصوص فيها لانها بتوجع لي بطني، لكن في نفس الوقت قلت ليه لا، ليه ما اتكلمش معاكم عن القصه دي بكل شفافيه وبالمره اعرفكم كواليس حوار اليوتيوب ده. في ناس مثلا عاوزه تعرف هو اليوتيوب ده بياكل عيش؟ يعني هل ممكن يفتح بيت وكده؟ وهل بيجيب فلوس كتير لدرجه تخليك قادر تشتري فيلا وعربيه زي اليوتيوبرز اللي بتتفرج عليهم؟ والسؤال اللي فات ده ياخدنا للسؤال الاهم من وجهه نظري في الحلقه، هو ايه الشيء المثير للاهتمام في الفيديوهات اللي من نوعيه عزمت سلفتي في شقتي او حماتي ادتني زومبا او مش هتصدقوا المدام اتوحمت على ايه؟ ليه المشاكل العائليه دي بتحقق ملايين المشاهدات وطول الوقت مسيطره على الترند؟ بعضكم يمكن يشوف ان دي تفاهه من المتابعين، ولكن ده مش صحيح، المساله اعمق من كده بكتير. بص، خلينا نبدا الحلقه وانا اقول لك الكلام على ايه بالظبط. انا اشرف ابراهيم وده المخبر الاقتصادي بلس. زمان واحنا اطفال لما كانوا يسالونا نفسك تطلع ايه يا حبيبي لما تكبر، كلنا تقريبا كنا بنقول اما ضابط او مهندس او دكتور، واللي خياله واسع قوي فينا كان بيقول عاوز ابقى رائد فضاء. لكن الزمن اتغير يا جماعه، اطفال اليومين دول غير. في يوليو 2019 شركه الابحاث الامريكيه هاريس انسايتس اند اناليتكس راحت سالت 3000 طفل من امريكا وبريطانيا والصين عاوز تطلع ايه يا حبيبي لما تكبر، وادولهم 5 اختيارات. تخيل ان تلت الاطفال في امريكا وبريطانيا قالوا عايزين نبقى يوتيوبرز، دي كانت اكتر وظيفة اختاروها. والمدهش بقى هو ان اقل وظيفة اختاروها كانت رائد فضاء. انت يمكن تستغرب وتقول ايه اللي جرى للدنيا، لكن بصراحة العيال دي معاها حق. يعني تخيل كده الطفل ده لما يسمع ان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون كان بيفكر يقدم استقالته الشهر اللي فات علشان راتبه السنوي اللي لا يتجاوز 150 ألف استرليني، قليل ومش مكفيه، وفي نفس الوقت يلتفت الناحية التانية فيشوف طفلة بريطانية عندها 5 سنين بتكسب أكتر من 1,000,000 استرليني في السنة لمجرد ظهورها وهي بتلعب مع أخوها الأكبر منها بسنة في قناة على اليوتيوب اسمها جابي أند أليكس. نفس الوضع حصل عندنا في الوطن العربي، وخصوصا في آخر 3 سنين. كتير من الشباب الصغير بقت شاغلهم جدا فكرة إنهم يبقوا أصحاب قنوات على اليوتيوب، وبعضهم معتقد انه لو عمل قناة ونجحت فهو كده هيقب على وش الدنيا ومش محتاج بقى يدور على وظيفة او يكمل تعليمه. طب الفكرة دي وصلت له ازاي؟ ببساطة كل يوم بيشوف يوتيوبر مشهور عامل فيديو من نوعية اتفرجوا على الفيلا الجديدة، او شوفوا اخر عربية جبتها، او خدت حماتي وسافرت جمصة، وهكذا. السؤال بقى دلوقتي، هل اليوتيوب بيكسب الكم الهائل ده من الفلوس اللي يخليك تشتري فيلا او عربية؟ قبل ما اوضح لك اليوتيوبرز بيكسبوا كام، خليني اقول لك هما بيكسبوا ازاي اصلا. بص يا سيدي، من خلال اليوتيوب انت ممكن تكسب فلوس من 5 مصادر. اول مصدر واللي الناس كلها تقريبا عارفاه هي الاعلانات اللي جوجل ادسنس بيحطها على الفيديو بتاعك علشان تظهر على الفيديو. اليوتيوب بقى بيدفع لك مقابل تفاعل المشاهدين مع الاعلان سواء بمشاهدته او الضغط عليه، مش بيدفع على المشاهدات زي ما ناس كتير متخيله. طب بتاخد كام بقى مقابل الاعلانات دي؟ علمك اليوتيوب له طرق في حساب القصه دي ما بيفصحش عنها ابدا. انت ببساطه بتاخد اللي بيديهولك، لكن السعر ممكن يتراوح من $1 ل$5 لكل 1000 تفاعل مع الاعلانات. وعلشان كده النوع ده من الاعلانات ما بيعملش فلوس كتير، خصوصا وان 30% من حضراتكم مشغلين الاد بلوكر او مانع الاعلانات. تاني مصدر للربح عن طريق اليوتيوب هو من خلال حاجة اسمها باترون. باترون ده عبارة عن منصة بتسمح لصناع المحتوى انهم يتلقوا الدعم المالي من المتابعين عن طريقها. يعني انت مثلا كمشاهد عجبك اليوتيوبر الفلاني فتروح على حسابه على باترون لو هو عنده واحد يعني، وتبدأ تدفع له مبلغ ثابت كل شهر او كل فيديو كدعم منك ليه. المبلغ ده ممكن يبدأ من $1 لحد ما انت عاوز.
في 2019 في أكتر من 3 مليون واحد على باترون دفع 500 مليون دولار لأصحاب القنوات. ثالث مصدر بقى هو أفلييت ماركتينج أو التسويق بالعمولة. تخيل أنا كأشرف دخلت عليكم الحلقة الجاية بخلاط وقلت لكم الخلاط ده ما حصلش وفي 5 مميزات، وهي انه بيضرب الطماطم والموز والفراوله والجزر والبرتقال. تقدروا تشتروه من اللينك اللي في الديسكريبشن. اللينك اللي في الديسكريبشن ده بيكون عباره عن افيليت لينك بيديه الموقع لصاحب القناه. كل واحد بيدخل على اللينك ده وبيشتري الخلاط، اليوتيوبر بياخد عموله متفق عليها. نفس الامر بينطبق على الاشتراكات. لو انا بقول لكم اشتركوا في الموقع الفلاني، فالموقع بعدين بيدينا عموله على كل نفر بيشترك عن طريقي. رابع مصدر هو الميرشندايز او بيع المنتجات. ببساطة انت ممكن تروج للمنتجات بتاعتك انت، وليكن تيشيرتات او كفرز لهواتف او حظاظات، وتبيعها للمتابعين عن طريق موقع انت بتملكه. نيجي بقى لاخر مصدر واهم مصدر، وده اللي ممكن يعملك فلوس كويسة فعلا بشرط ان يكون عندك قاعدة كبيرة من المشتركين. انا هنا بتكلم عن الرعاية التجارية او سبونسرشيب، وده بيتم من خلال ان شركة او براند معين يجي يقولك والله يا استاذ يوتيوبر أنا عاوزك تقول إن الحلقة دي برعاية الشركة الفلانية، أو تعالى اعمل حلقة بالكامل عن المنتج الفلاني. العائد من النوع ده من الإعلانات عادة بيكون أكبر من عوائد الإعلانات اللي بتاخدها من اليوتيوب. يوتيوبرز كتير طلبات الرعاية دي بتشكل الجزء الأكبر من أرباحهم على اليوتيوب. السؤال بقى بعد كل اللي فات ده، هو اليوتيوب بيأكل عيش؟ يعني ممكن تعتمد عليه كمصدر دخل؟ خليني أصدمك وأقولك إنه في أكتر من 95% من الحالات لا. واحد هيقول لي طب عرفت ازاي؟ في حين ان اليوتيوب نفسه نادرا ما بيفرج عن اي احصاءات. يعني على سبيل المثال المتحدثة باسم اليوتيوب قالت في فبراير 2008 ان عدد اليوتيوبرز اللي بيكسبوا اكتر من 100,000 دولار في السنة زاد بنسبة 40%. ممتاز جدا. طب هم عددهم كام اصلا يا ست الكل؟ ما قالتش. طب ورينا ما يثبت. لا. وبما ان اليوتيوب مش عاوز يتكلم فكان لازم ناس تدخل وتنخور وراه علشان تعرف اللي فيها. في يناير 2018 نشر ماتياس بارتل الأستاذ في جامعة أوفنبرج الألمانية للعلوم التطبيقية دراسة تحت عنوان قنوات اليوتيوب التحميلات والمشاهدات، تحليل إحصائي للسنوات ال10 الماضية. في الدراسة دي ماتياس درس أداء 19,000 قناة عليهم تقريبا 5,600,000 مقطع تم تحميلهم في الفترة ما بين 2006 و2016. واحد من أهم استنتاجات الدراسة دي واللي أغلب الصحف العالمية الكبيرة زي بلومبرج وواشنطن بوست غطت نتائجها هي ان 97% تقريبا من اصحاب القنوات على اليوتيوب بيكسبوا من الموقع فلوس اقل من الحد الادنى للفقر في امريكا. يعني باختصار لو ال 97% دول من اصحاب القنوات اليوتيوب هو مصدر دخلهم الوحيد، فالناس دي غالبا هيعيشوا تحت خط الفقر في امريكا. طب مين بقى اللي بياخد اكبر قدر من الارباح والمشاهدات؟ 3% بس من القنوات، والقنوات دي هي اللي بتحقق مش اقل من 1,400,000 مشاهدة في الشهر. في 2006 كان اعلى 3% من القنوات بيسيطروا على 63% من المشاهدات على اليوتيوب، وفي 2015 زادت سيطرة ال 3% دول وبقوا بيحققوا 85% من المشاهدات. وفي السنة اللي وراها واللي هي 2016 السيطرة زادت أكتر وبقى أعلى 3% من القنوات مسيطرين على 90% من كل المشاهدات اللي بتتم على الموقع. طب أعلى 3% دول بيعملوا كام يعني في السنة؟ والله وفقا للدراسة اللي تحت ايدنا فالناس دي بتحقق مبالغ بتبدأ من 16,800 دولار في السنة من عوائد الإعلانات. وقبل ما حد فيكم يحسبها في دماغه ويحول الدولار لعملته المحلية، حابب أقول لكم إن في الشرق الأوسط عوائد الإعلانات ممكن تبقى أقل بكتير من العوائد في أوروبا وأمريكا بسبب اختلاف القدرة الشرائية بتاعت الشريحة المستهدفة بالإعلانات. وخد دي كمان، ماتياس اكتشف كمان إن 85% من اليوتيوبرز الجداد اللي عملوا قنوات على اليوتيوب لأول مرة في 2016 كانوا بيحققوا في الشهر 458 مشاهدة كحد أقصى. طيب هل ده معناه إن مفيش ناس بتكسب فلوس كتير من اليوتيوب؟ يعني 100,000 دولار مثلا فيما فوق؟ لا في طبعا، ولكن نسبتهم قليلة جدا، والوصول للمستوى ده من الأرباح ممكن
ولكن صعب جدا. بعضكم يمكن يفهم اني بقول للناس ما تعملوش قنوات على اليوتيوب او ان بتوع اليوتيوب غلابة وما بيكسبوش. لا، مش هو ده القصد خالص. بالعكس، صناعة المحتوى على اليوتيوب واحدة من أفضل الحاجات اللي ممكن تعملها، ولكن الفكرة هي إنك وإنت داخل المجال ده ضروري يكون عندك توقعات واقعية علشان ما تحبطش. اوعى تفكر إن اليوتيوب ممكن يبقى شغلانة أو كارير. أيوة، في ناس بتحقق الدخل الكافي من اليوتيوب اللي يخليهم ما يشتغلوش حاجة تاني، ولكن دول نسبتهم كام من أصحاب أكتر من 37 مليون قناة موجودة على اليوتيوب النهاردة. وكلامي ده أكدته أليس مارويك، الأستاذة المساعدة في جامعة نورث كارولاينا الأمريكية، واللي قالت في تصريح لمجلة فورتشن في فبراير 2018 إنه وارد جدا يكون عندك قناة على اليوتيوب عليها 500,000 مشترك وفي نفس الوقت تفضل شغال عامل في ستاربكس، لأن دخلك من القناة دي أقل من إنه يعيشك حياة كريمة. لو أنت شاب صغير وعايز تدخل عالم اليوتيوب، ادخله من بكرة الصبح لو حابب، ولكن في نفس الوقت خليك حريص إنه يكون عندك كارير أو مسار مهني يسندك لو الأمور ما مشيتش على اليوتيوب. أنا على المستوى الشخصي اليوتيوب هو حاجة من الحاجات اللي بعملها في حياتي، مش هو الحاجة الوحيدة وعمره ما هيكون، لأنه ببساطة أنا فاهم إنه وارد جدا القناة تتقفل لأي سبب، فهيبقى ساعتها إزاي الحال بقى؟ خد بالك من حاجة، مفيش حد بيكتب في السي في بتاعه إنه اشتغل يوتيوبر. ومن هنا أخدكم لآخر نقطة في حلقة النهاردة. جزء كتير منكم ربما سأل نفسه قبل كده ليه المحتوى اللي اليوتيوبرز بيعرضوا فيه أدق تفاصيل حياتهم الشخصية بشكل منتظم بيحقق الكم الهائل ده من المشاهدات؟ هل في حاجة مميزة في المحتوى ده أنا وإنت ما نعرفهاش؟ أفضل ما نجاوب على السؤال ده من وجهة نظري هي دراسة نشرها في مايو 2019 3 باحثين من معهد علم النفس التابع لجامعة رينيه ديكارت باريس. ال3 المحترمين دول بيقولوا إن في حاجة المتابعين بيلاقوها عند اليوتيوبرز اللي بيعرضوا التفاصيل المملة لحياتهم الشخصية على اليوتيوب، والحاجة دي هي المشاعر الافتراضية. اليوتيوبر لما بيعرض حياته الشخصية وتحديدا الجوانب الإيجابية منها بيساعد جزء من المتابعين على أنهم ينسحبوا من علاقاتهم الاجتماعية الحقيقية اللي عادة بتكون بين طرفين علشان يدخلوا علاقة افتراضية من طرف واحد معاه. العلاقة الافتراضية دي ما فيهاش المخاطر بتاعة العلاقات الحقيقية، يعني انت في علاقاتك الحقيقية مع اللي حواليك معرض لمخاطر زي الشعور بالإهمال أو الخذلان وهكذا. في العلاقة الافتراضية بقى مع اليوتيوبر المخاطر دي مش موجودة، لا ده انت على حد تعبير الباحثين ال3 بتعيش معاهم في حالة من الهايبر رياليتي أو الواقعية الفائقة. واحدة واحدة علاقة المتابع مع اليوتيوبر دي بتقلب إدمان بيأثر سلبا على علاقاته الحقيقية مع الناس الحقيقيين وبيخليه ينغمس أكتر في حياة اليوتيوبر، وطول الوقت عاوز يعرف عنها تفاصيل أكتر وأكتر علشان يعيش جواها. على الناحية التانية بتلاقي الناس اللي عندها علاقات اجتماعية حقيقية مستقرة لما بيشوفوا فيديو عنوانه مثلا مش هتصدق المدام اتوحمت على ايه، بيسألوا نفسهم سؤال من 3 كلمات: وأنا مال أهلي؟ المهم مطولش عليكم، أنا عندي سؤال لحضراتكم، برأيكم ليه المحتوى الترفيهي على اليوتيوب أكتر شعبية من المحتوى العلمي في الوطن العربي؟ هتابع إجاباتكم في التعليقات. نتقابل السبت الجاي على خير بإذن الله. سلام.